اللوحه دي بتتكون من ايه يعني؟ ببساطة خشب كانفاس مشدود عليه وألوان زيت أو ألوان أكوريل. ايه اللي يخلي يعني حته خشب عليها كانفاس تتباع بنص مليون جنيه ومليون جنيه؟ لا، وممكن تتباع ب100 مليون جنيه. ليه الاسعار غاليه قوي كده؟ مش أي عمل بيكون غالي، والعمل لا يقدر بقيمة الخامة. كانفاس وخشب وألوان تتوقف على سن الفن، عمر الفنان، كمية خبراته وتجاربه. في واحد هتلاقيه بقاله مثلا 40 سنة و50 سنة قاعد متفرغ للفن وبيبحث وبيدور وبيذاكر كل يوم، وفي مشاهدة وفي مقارنة لحد ما يوصل للكاركتر بتاعه هو الخاص بيه هو كفنان. شخصيته الفنية دي ما بيوصلهاش في 24 ساعة، لأنه بيذاكر وبيعرف تاريخ الفنانين في كل أنحاء العالم. يعني ليه موقف من المجال اللي هو اختاره أو هو راح ليه بيحبه. اصل الفنان هنا مش صنايعي، يعني ما بيعملش دولاب، دي صنعة، دي مهنة، ده فن تطبيقي. انما اللي انت بتعمله ده اللي هو ابو نص مليون جنيه ده، اللي هي في الحتة متر في متر، لا، انت بتناقش نظرية، بتناقش فلسفة، بتناقش منهج، وعندك موقف من كل ده. فانت في حد ذاتك كفنان انت قيمة. الفنان انسان عادي جدا زيه زي بقية الناس، بس ما يقدمه على سطح الكانفاس او سطح الخشب المفروض ان هو فيه اختراق للثوابت العقلية وللثوابت اللي موجودة في الحياة.